النهارده بقى حبايبي جِبت لكم طريقة سريعة لتخليل الفسيخ في الشتا كده، وتكون برضه طريقة سريعة ما تكونش تقعد فترة معاكِ، وهيبقى جميل معاكِ وبدون ما تشتريه من برّه مكلف وغالي، وفرصة إن البوري الفترة دي جميل، هنجيب بقى كيلو أو 2 كيلو حسب ما أنتِ حابة، وهاقول لِك هنعمله إزاي. أنا معايا دلوقتي حوالي 2 كيلو من الفسيخ أو من البوري، أنا باجيبه باشطفه كويس جدًا، وبابدأ بعد ما صفيته في مصفى كده، باحط فيه مناديل كده بالشكل ده، وباسيبه شوية يشرب من المناديل وارجع أغيّر المناديل لحد ما ينشف معايا تمامًا، وطبعًا لازم أنشفه من المَيّة تمامًا عشان ما يبقاش إيه، ما يبوظش معايا. قبل ما نعمله ونقول التريكات بتاعته، نسمي الله كده ونصلّي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، صلّوا على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نبدأ كده نقول طريقة التخليل إزاي بأسرع وقت، وتكليم مش أقل من 10 أيام هيكون معاكِ ما شاء الله اتخلِّل وبقى جميل جدًا، وبدون تكلفة، وبدون ما تشتريه من برّه ما أنتيش ضامناه ولا عارفة هو معمول إزاي، وهاقول لِك دلوقتي كل التريكات والحركات بتاعته. بدأت كده بعد ما المناديل بتاعتي صفِّت مَيّة خالص، بابدأ أحط مناديل تانية اللي هي مناديل الورق بتاعة المطبخ، وأبدأ كده أدلّكه بعد ما نشف خالص معايا قعد من الصبح لحد مثلًا الساعة 17:00 كده المغرب، بدأت كده إن أنا أبدأ كده أشيل منه المناديل آخر مناديل أنا حطيتها نشف، بدأت كده دلّكته طبعًا من عند الديل لإنه بيبدأ بينشف من عند الديل أكتر، فأبدأ أدلّكه عشان يشرب من الملح بتاعه ويبقى معايا تمام التمام. دي أحسن طريقة لتخليل الفسيخ معاكِ ومش هيبوظ خالص وهيبقى بطريقة سهلة وبسيطة. جرّبوا كده تعملوه في البيت بدون أي افتكاسات، هيتعمل معاكم جميل جدًا، ولا تقولوا صعب ولا أي حاجة، بكل سهولة هتعمليه، من النهارده مش هتحتاري فيه. جِبت كده ملح خشن، أنا باجيبه من عند العطار، الملح الخشن اللي هو الرشيدي، وبابدأ كده ما باحطش أي شطة ولا كركم ولا أي حاجة، أنا بس الملح عندي بس، ونقطة الزيت بتاعة الآخر، حابة ما تحطيش زيت برضه عادي هو بينزّل زيت. بدأت كده حطيت وحشيت كل الخياشيم بتاعته ملح، وبرضه من البُق لو البُق مفتوح باحط حبة ملح صغيّرين، وأبدأ كده أدلّكه بالملح، وأبدأ أحطه في كيس، أول حاجة حابة تحطي كل واحدة في كيس وتعمليها بالstretch wrap ما فيش مشكلة خالص، حابة تحطي كلّه في كيس تخرّجي الهوا خالص منه تمامًا، وتربطي الكيس الأولاني، بعد كده في كيس تاني، بعد كده باحطه في أكتر من يعني حاطة حوالي 8 أكياس والّا حاجة. أي أكياس عندِك تحطي تكون الأكياس نضيفة برضه، ما أنتيش يعني مستخدماها في حاجة تانية، تكون جايبة فيها حاجات نواشف يعني. بدأت كده خلّصت الأكياس بتاعتي، الأكياس الأولانية طبعًا الأكياس اللي هي التلاجة العادية، بابدأ أحطه بقى في الأكياس التانية، وفي الآخر خالص حطيته في كيس، وهاحطه في علبة محكمة جدًا، وفي مكان في المطبخ مقفول، إضافة مطبخ قديمة عندِك ما بتستخدميهاش، يا فرن البوتاجاز لو أنتِ مش هتستخدميه، وتخزّنيه بالطريقة السليمة الصحيحة دي. بتبدأ طبعًا المطبخ عندِك هواه متوسط، لا بيكون ساقع أوي ولا دافي أوي، بيكون طبعًا ما فيش يعني مكتوم عندِك جدًا وحاطاه في مكان مقفول. هابدأ معاكِ كده أفتح بعد حوالي كده 10 أيام، أنا فتحت عليه بعد 9 أيام أو 10 أيام تقريبًا مش متذكرة، بس بسم الله ما شاء الله طالع حاجة روعة وقمة في الجمال، ولا منفّخ ولا أي حاجة، طالع متخلِّل جميل ولامع، لو هو كده بايظ هيبقى معاكِ مطفي، وهيبقى معاكِ مش كويس، وهيبقى معاكِ مش متخلِّل وباين إنه ني، هو طالع مستوي تمامًا، ما شاء الله، والحبّة طالعة عاملة إزاي، بتشيل العضمة بكل سهولة. وأحمر في بامبا كده جميل ما شاء الله، البوريّاية أصلًا شراها كان حلو، من أول التريكات اللي أنتِ تعمليها في الفسيخ عشان تخلّليه، تشتري البوريّاية تكون نضيفة جدًا وبوزها كده يكون طويل، ما تكونش مبطّطة، ما تكونش البوري اللي هو بتاع التخليل، مش أي بوري اللي هو الدُبارة، في أنواع اللي هو اسمه الدُبارة ده، اوعي تجيبيه لإن ده ما ينفعش تخليل بيبوظ معاكِ، ده بيطلع معاكِ زي الفل وبالهنا والشفا على جماله وحلاوته، شايفين بتطلع الفصوص وما شاء الله الفص فص إزاي جميل، جميل ولونه وردي وجميل جدًا، ده الفسيخ كما يجب أن يكون. يا جماعة اللي حابب وحابب يشوف الأوردرات يكلمني، أنا باعمل على حسب الطلب، اللي حابب برضه ممكن أعمل له. شايفين حبايبي شكل الفسيخ وجماله وحلاوته، ما شاء الله يعني حباية مالية مركزها جدًا، جدًا، وحاجة كده عظمة، عظمة، اللهم صل وسلم وبارك، اللهم بارك يا رب على جماله. مش عايزة أقول لكم أكتر من كده، أنتم جربوا بنفسكم وأنتم هتعرفوا إن أنا عندي حق.